أهلا بكم في موجز اليوم الذي سنتطرق فيه إلى آخر أخبار الأندية واللاعبين في سوق الانتقالات الصيفي. نبدأ موجزنا اليوم من الدوري الإسباني وبالتحديد مع نادي برشلونة، حيث أكدت صحيفة السير أن برشلونة واثق جدا كونه بإمكانه التوقيع مع نيكو ويليامز خلال تفعيل الشرط الجزائي، حيث أن ديكو اجتمع مع وكيل اللاعب أمس. برشلونة يريد الوصول إلى اتفاق في أسرع وقت، كما أنه يريد حسم الصفقة قبل أندية إنجلترا، فيما أكد فابريزيو رومانو أن أندية البريمير ليج تراقب وضع نيكو ويليامز وأنها تأمل في انهيار الصفقة لبرشلونة. تشيلسي وأرسنال يراقبون الصفقة باهتمام شديد، فيما تبقى الصفقة صعبة بالنسبة لبرشلونة بسبب أن الشرط الجزائي يجب أن يدفع على مرة واحدة والعمولة المطلوبة كبيرة، كما أن برشلونة يسعى إلى حسم الصفقة في تفاصيل العقد وفي اتفاقه المبرم سابقا مع اللاعب نفسه. وبالحديث عن لاعبين برشلونة، فقد بلغت قيمة لامين يامال حسب موقع ترانسفور ماركت أزيد من 120 مليون يورو، خصوصا بعد الأداء الخرافي الذي قدمه اللاعب في يورو 2024. أما بالنسبة للقطب الآخر للدوري الإسباني، فقد أكد فابريزيو رومانو أن ريال مدريد يراقب وضع أرنولد في ليفربول، كما أن النادي يحب مراقبة اللاعبين المتبقي في عقدهم سنة واحدة. ريال مدريد معجب باللاعب ويراقبه منذ أشهر، هذا حسب فابريزيو رومانو نفسه. أما بالنسبة للموندو، فريال مدريد يفكر في التعاقد مع إمريك لابورت لاعب نادي النصر السعودي، خصوصا وأن النادي خسر صفقة لينيورو الذي كان منتظرا وصوله إلى القلعة المدريدية، إلا أن هذا الأخير غير الوجهة نحو مانشستر يونايتد. والآن لننتقل إلى الدوري الإنجليزي، بداية مع مانشستر يونايتد، حيث يقوم هذا الأخير بسوق انتقالات محترم حتى الآن. تعاقد النادي رسميا مع زيركزي ولينيورو، كما اتفق مع أوغارتي ويعمل على صفقة ديليخت. أكد فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد اتفق مع أوغارتي بالفعل. خروج كاسيميرو يعد جزءا مهما من هذه القصة، كما أن اليونايتد يعمل حاليا على الاتفاق مع باريس. خورخي مينديز وكيل أعمال لينيورو هو نفسه وكيل أعمال أوغارتي، وسيسعى جاهدا إلى جلب عميله نحو مانشستر يونايتد، نظرا للعلاقة الطيبة بينه وبين إدارة فريق مانشستر يونايتد. فابريزيو رومانو أكد أيضا أن مانشستر يونايتد يعمل على جلب مدافع إضافي. ديليخت خيار محتمل الآن، ولكن لا يوجد شيء قريب أو محسوم. هذه الصفقة تعتمد على اللاعبين الذين سيتم بيعهم. أما بالنسبة للطرف الثاني في مانشستر، فقد أكد نادي مانشستر سيتي تعاقده مع سافيو بقيمة انتقال تصل إلى 25 مليون يورو زائد 15 مليون يورو إضافات، ويعد سافيو من أهم لاعبي الدوري الإسباني للموسم الماضي بعد الأداء الخرافي الذي قدمه مع نادي جيرونا، والذي ساعد النادي الإسباني في تحقيق إنجازات تاريخية الموسم الماضي. نطوي صفحة الدوري الإنجليزي وننتقل إلى الدوري الإيطالي، بداية مع نادي ميلان، حيث أكد فابريزيو رومانو أن بافلوفيتش اللاعب الصربي موافق على الانضمام إلى ميلان. الموثوق دي مارزيو أكد أن نيكلاس فولكروغ موافق على الانتقال لميلان. إدارة ميلان تتجه نحو الاتفاق مع دورتموند. الموثوق دي مارزيو يؤكد أيضا أن ميلان يريد حسم صفقتين قريبا، يوسف فوفانا وسامار ديزيتش. أما بالنسبة للسيدات العجوز يوفنتوس، فقد أعلن النادي رسميا عن رحيل رابيو عن الفريق. اللاعب بدون نادي حتى الآن وقريب من الالتحاق بالدوري الإنجليزي، كما أكد يوفنتوس أنه توصل إلى اتفاق مع كابال موريو مقابل 11 مليون يورو ليمثل الفريق في الموسم القادم. نطوي صفحة